السلام عليكم. باختصار هذه الرساله الثانيه لسعد المجرد على داك الفيديو اللي كنت لحد دابا اون سومان في الانترنت. المغرب كله شاف المشكل اللي وقع بينه وبينه، وداك الفيديو اللي درتو بغيت يوصلوا هو ديريكتومون باش مابقاش بينه وبينه كونتاكت. ولكن سعد باش نوض صيفط لي عشرانك عيطوا لي في الليل وبداو يصدعوني وبداو يسولوني بحال مومو. واش انا كنعرف مومو ما كنعرفو ما والو. مومو مقدم في برنامج اطرادو كنمشي عنده السودي ولا شي حاجه السلام ديال الله. ولكن باش يعيط ليا ويقول لي ماشي بلان هذا، واش شفتي سعد المجرد دخل ام تي في والديسك ديالو دار بوم في المغرب وبغيتي تحسدي؟ لا، انا ما بيني وبينك انت والو. بيني وبين سعد المجرد خاص هو اللي توصلوا الرساله، هو اللي خاصو يعيط ويستفسر على هذا الشيء. انت مومو بعيد على هذا الشيء. وباش تعيط ليا وتقول لي حقا غادي ندير معاك انترفيو في التليفون، الانترفيو ما تدارش في التليفون، الانترفيو تدار في بلاصه ديال الايط راديو. وانا من هذا المبرر كنقول جو سوي بخي انني نمشي عندك الايط راديو وندير معاك الانترفيو باش الشعب المغربي كامل يشوف الحقيقه ويسمعها. ماشي مشكل نجيو الايط راديو فاس ونهضروا باش كلشي يعرف الخبر. حاجه اخرى خوت، بالنسبه للناس اللي شكوا في ديك الهضره اللي قلت في الفيديو قديم وقال لك هذا حقا باغي يتشهر على ظهر سعد المجرد لانه شافه مشهور، انا اليوم غنعطيكم الدليل القاطع بان ديك الهضره اللي قلت راه كاينه. اليوم سعد المجرد منعو باش يدخل الامارات باش يدير اون سواري. وتفكروا في الفيديو القديم قلت لكم بانه عيط على الساطه ديالي ولا خطيبتي قال ليها تجي معايا اسيستونس للامارات. دونك اول حاجه ربي كبير، ثاني حاجه دوك الناس كيعرفوا قيمه الرجوله وقيمه الفنان اون جينيرال. دونك انت اشنو استفدتي وانتيا هدى اشنو استفدتي؟ حتى حاجه. عرفتي علاش ما استفدتي حتى حاجه؟ لانك من داك النوع اللي غني عليه هو. انت باغيه واحد يكون دمه بارد. مالوغوزمون اختي بالميكرو